بعيد عن الموبايلات وبعيد عن التكنولوجيا، انا كنت وعدت حضراتكم ان انا لما هيجي لي حاجه فيها مصلحه ليكم فانا هبلغكم بيها. ودلوقتي الفيديو بتاع النهارده ده معمول من مطعم حسني، ومطعم حسني اشهر من النار على العلم، سواء في الجزاره البلدي، سواء في المشويات، سواء في الاسماك، سواء في المحاشي، في الحمام، في كل حاجه تتخيلها. مستر كريم النجار صاحب المطعم من اعز اصحابي، ومن فتره مش بعيده قوي كنت جيت اتعشيت عنده هنا، وهو قرر ان هو يعمل عروض خاصه لاي حد من طرف احمد تربو. فلو انت مهتم بالاكل والمشويات فالفيديو ده ليك، وعشان فيه عروض وخصومات هتعجبك جدا في فرع حسني المقطم فقط. بقرر ليك بقول لك ان هو فرع حسني المقطم فقط، عشان انت هتسمع عروض هتعجبك جدا. انا 5 صواني هنتكلم عليه وهتعجبك جدا، هتكفي من اول 4 افراد لغايه العزومات اللي ممكن تخش لك 12 نفر. الاسعار اللي انت هتسمعها في الفيديو دي شامله الضريبه وشامله الخدمه وشامله كل حاجه. الاسعار اللي انت هتسمعها اللي انت هتاكله في المطعم هنا هو اللي انت هتدفعه في اللي انت سمعته في الفيديو، وانت طلبته ديليفري في البيت اللي انت سمعته في الفيديو هو اللي هيجي لك البيت. غير الصواني دي اي حاجه هتطلبها من المنيو بتاع المطعم مجرد ما هتقول احمد تربو هتاخد خصم 20%. الاسعار اللي انت هتسمعها في الصواني مجرد ان انت هتقول احمد تربو هتاخد الخصم بتاع كل صينيه. اما بالنسبه للدليفري بنفس الاسعار في اي حته في مصر في الجمهوريه، مفيش جنيه زياده هتدفعه غير اللي انت سمعته مني انا بس. يلا ندخل في الفيديو ونشوف العروض مع بعض عشان ما اطولش عليك اكتر من كده. تعالى. طيب احنا كده جاهزين للمعركه، تعالوا نبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هكلمك عن اول صينيه هتكفي 4 شباب مرتاحين جدا جدا جدا. تعال اقول لك مكوناتها. عندك اول حاجه ربع سجق بلدي، وحط تحت كلمه بلدي 20 خط، وعندك ربع شيش، وعندك طلب ممبار كبير، وعندك ربع كفته، وعندك نص بطايه. مع العلم اقل بطايه عند حسني فرع المقطم 3 كيلو، يعني انت بتتكلم في نص بطايه كيلو ونص مرتاح. وعندك 2 رز بسمتي، وعندك السلطات، وعندك العيش، وعندك كل الجمال اللي انت شايفه ده. بكام الصينيه دي بقى يا صديقي؟ 1015 جنيه. مجرد ان انت هتقول له ان انت طرف احمد تربو هتاخد الصينيه دي ب 800 جنيه بس. تاني صينيه معانا النهارده ممنوع لاصحاب القلوب الضعيفه، يعني انت تعبان مركب قسطره اي حاجه عندك في القلب ابعد عن الصينيه دي. الصينيه دي هتكفيك من حوالي 6 افراد مرتاح. تعال اقول لك هي بتتكون من كام طاجن الاول. 1 2 3 4 5 وطاجنين رز، ادي كده معاك 7 غير السلطات. طيب اول طاجن عندك طاجن التورلي الشهير بتاع كل بيت مصر. تاني طاجن معانا الباميه، مش محتاج ان انا اقول لك حاجه على الباميه. تالت طاجن ومن المهمين بقى، المهمين عندي وعند الناس كلها، العكاوي. بص جمال العكوه. رابع طاجن معانا طاجن البصل الشهير، اللحمه وبصل. اللحمه وبصل بقى اللي بتدوب في البق دول. خامس طاجن والقريب الى قلبي ورق العنب بالكوارع والشكل الجميل ده والشياك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يبقى انت كده معاك ال5 طواجن والاتنين رز، ومعاك العيش، ومعاك السلطات، ومعاك ده كله. سعر الاوردر ده المفروض ان هو 1350. اي حد هيجي من طرف احمد تربو هياخد الاوردر ده ب 1000 جنيه ويمشي ب 1000 جنيه وياكله اللي هو عايزه. تعالى بقى اكلمك على الصينيه رقم 3. والصينيه رقم 3 دي تقريبا كده يا بطل هتكفي اقل واجب 8 افراد ل 10 افراد، عشان عليها 8 اصناف. تعالى اقول لك ايه هم ال8 اصناف. اول حاجه عندك رغيفين حواوشي بلدي، بعد كده عندك صدور فراخ، عندك نيفه ربع، انا بكلمك في الاوزان، ربع صدور فراخ، ربع نيفه، ربع شيش طاووق، ربع كباب، ربع سجق، ربع كفته، نصين فراخ. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. معاهم 3 رز، معاهم السلطات والعيش. وزي ما انت شايف الصينيه دي هي بالظبط اللي هتنزل لك، مفيش اي اختلاف. سعرها كام المفروض؟ 1715. هتيجي تقول بس ان انت من طرف احمد تربو يا صديقي بقت 1350. رابع صينيه معانا النهارده، ودي بقى مش للاكيله، دي للحيتان، يعني عايز 5 حيتان ل8 حيتان ياكلوها. انزل كده وتعالى اقول لك مكوناتها. طبق المحشي الجميل اللي قدامك ده نص كفته ونص كباب. الفرخه المحشيه اشهر حاجه عند حسني تقريبا منذ بدايه الخليقه، من ساعه ما قالوا يا حسني فرخه محشيه بالرز والمكسرات جمال الجمال. 5 فرق حمام سواء رز او فريك اللي انت عايزه، سلطاتك، العيش، كل اللي انت شايفه ده ب 2100. مجرد ما هتقول له ان انت من طرف احمد تربو بقت 1650 على طول. خلص. تعالى بقى اكلمك على الصينيه الخامسه واللي انا سميتها الملكه. ليه الملكه؟ لان الصينيه دي يا جماعه بالنسبه لي بتاعت عزومات. يعني لو انت مثلا معاك 9 10 11 12 كده من اصحابك عايز لهم صينيه ترفع راسك من عند حسني، فانزل معايا كده بعد اذنك على الصينيه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عندك اول حاجه البطايه دي، والبطه عند حسني يا جماعه
اقل بطايه عنده 3 كيلو حرفيا، استلم مني على المثال. عندك البطايه اللي انا بقول لك عليها ال 3 كيلو، عندك نص سجق بلدي، عندك نص كفته بلدي، وعندك نص نيفه، ومش هكلمك على النيفه عشان دي عنده حوار، وعندك نص كباب، وعندك 4 رز بالمكسرات بالخلطه. دي من غلطات حسني، لازم تدوق الرز ابو خلطه عند حسني. سعر الصينيه دي 2670. اي حد من طرف احمد تربو هياخد الصينيه دي ب 2100 جنيه بس، بالرصه اللي انا رصتها لك دي، وهات 10 تنفار وراهمك تخلصوا الصينيه دي. الصينيه دي هتاكلها في المطعم بنفس السعر، هتطلبها دليفري بنفس السعر، مفيش ضرايب، مفيش رسوم اضافيه، مفيش اي حاجه. الرقم اللي انا قلته هو اللي حضرتك هتدفعه. عايزه تاخد تيكاواي، عايز الصينيه دي تتفرط لك على الترابيزه كده، حاجه اللي انت عايزه كله معمول لك. وهي دي العروض اللي قدمها لنا مستر كريم النجار الله يبارك له من مطعم حسني المقطم. فين العنوان بالظبط؟ في المقطم شارع 9 امام شبانه ستورز او عبد الله العسيم. هسيب لك البيج بتاعتهم للفيسبوك في اول تعليق، وهسيب لك اللوكيشن، مجرد بضغطه زرار هيجيبك لغايه المطعم. ما تنساش تقول له ان انت من طرف احمد تربو عشان تاخد الخصم بتاعك سواء دليفري او عنده هنا في المطعم. وما تنساش تجرب الصواني، ولو حد فيكم عارف حسني وكان من عند حسني يكتب لي في التعليقات ايه الاخبار، لان انا مضروب بيه من 2011. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.